لو انت عروسه جديده او متجوزه، في حبه حاجات لازم تاخدي بالك منها وقت الدوره الشهريه عشان ما تتحطيش في موقف محرج مع جوزك. في دلوقتي بنات كتير بعد الجواز بتبقى فاكره انه طالما ده جوزي وحلالي والدنيا تمام فاخد راحتي معاه الاخر في كل الاوقات، ما كنتش واخده بالي بقى من تصرفاتي، مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل قدامه وايه الحاجات اللي لا. ما بنقولش ان انت طول الوقت لازم تكوني متكلفه وان انت تتمنظري او تتصنعي حاجه معينه على غير طبيعتك، لانه اصلا ما حدش يقدر يعيش كده. عادي كلنا يعني بناخد راحتنا في بيتنا، سواء الزوج او الزوجه، اكتر مكان ممكن نرتاح فيه هو بيتنا. بس اللي مش حلو ان احنا ناخد راحتنا على الاخر في كل الاوقات، حتى في الحاجات اللي احنا كنا بنتكسف قبل الجواز مثلا نعملها قدام اخواتنا الشباب من باب مثلا ان احنا محرجين منهم، ونيجي بقى بعد الجواز مع جوازاتنا ناخد راحتنا بقى جدا ولا كأن هو موجود اصلا. ومش واخدين بالهم ان مثلا جوزها ده لو كان عنده اخوات بنات او حتى مامته، يعني دايما في وقت الدوره الشهريه بناخد مثلا الفوط كده ونخبيها ومش عارفه ايه، ونبقى يعني محرجين ومكسوفين، فهو اصلا مش واخد على الكلام ده. فازاي بقى نتصرف بتلقائيه وناخد راحتنا قوي في وجوده بعد الجواز؟ اللي عايزه اقوله خليكي على طبيعتك وخدي راحتك على الاخر قدام جوزك، وعادي انت في بيتك يعني في حره تعملي اللي انت عايزاه، بس في حاجات بجد لازم تاخدي بالك منها خاصه في وقت الدوره الشهريه عشان ما تسببلكيش احراج اولا مع جوزك، ثانيا ما تخليش كده في نفسه حاجه حتى مش عارف ان هو يقولها لك. في حاجات بجد هم مش واخدين عليها، زي احنا مثلا من واحنا بنات لسه صغيرين من سن البلوغ واحنا واخدين على شكل الدم، وبعد بقى ما بتتجوزي بتبقي واخده بقى بعد الولاده مثلا على النفاس والحاجات دي. هم مش كده، قلبهم مش جامد كده في الحاجات دي زينا ومش واخدين عليها، فلازم تكوني مراعيه الحاجات دي كويس قوي بعد الجواز. فاول حاجه لازم تاخدي بالك منها وهي تغيير الفوطه الصحيه باستمرار، ومش لازم نستنى يعني لما تتملي على الاخر. اولا عشان صحتك انت، عشان دي حاجه ملامسه لمنطقه مقفوله عليها طول الوقت مفيش تهويه، فممكن هي تعمل لك التهابات لما تقعديها لفتره طويله، وكمان عشان ريحتها بتغير مع الوقت في المكان اللي مفيهوش تهويه مع وجود الدم وكده، بتبقى الريحه مش لطيفه خالص. وكمان عشان ما تبقعش، انا مش هقولك يعني تغيريها كل قد ايه، انت وضميرك انت ادرى حد بقى بنفسك، بس على الاقل مش لازم تسيبيها لما تتملي على الاخر وبعد كده تغيريها، لان ممكن طبعا هي تبقع كده ولا كده فهيبقى الشكل مش لطيف. وبعد ما تغيري الفوطه مش بنسيبها بقى كده في الهواء الطلق بقى الناس كلها تشوفها وتتفرج عليها، لا طبعا. اي فوطه جديده بتبقى جايه كده في كيس، ناخد الكيس بتاع الفوطه الجديده ونلف فيه الفوطه القديمه لفه هدايا كده حلوه، زي مثلا وانت في اي مول او في اي مكان بتعملي الحركه دي عشان غيرك مثلا ما يتاذيش من منظر الدم والكلام ده. فالاولى طبعا ان انت تبقي عامله حساب جوزك ان انت ما تسيبيش الفوطه كده مفروده على البحري بقى بكل اللي فيها وهو يجي يدخل وراكي التويليت يلاقي المنظر ده، عشان ريحتها برده ما تطلعش قوي، وكمان عشان ما يبقاش شكلها مؤذي عامه. وده ياخدنا النقطه اللي بعديها، وهي انه في الايام اللي هيكون عندك فيها البريت يا ريت ان انت تغيري الباسكت بتاع التويليت على طول، يعني على اخر اليوم كده مثلا خدي الشنطه اللي انت حطاها جوه الباسكت واقفليها وارميها، خاصه في الصيف، لانه الفوط لما بتقعد لفتره طويله وكمان في الباسكت وكده بتطلع ريحه مش لطيفه خالص، فيفضل ان انت ترميها اول باول كده يوميا عشان ريحه التويليت نفسه ما تغيرش. في كمان قاعده عامه لازم نعملها طول الوقت عشان نحافظ على نظافتنا الشخصيه، بس هي كمان خاصه قوي في وقت الدوره الشهريه، اللي هي ان انت تنشفي المنطقه دي كويس قوي بعد كل مره تدخلي فيها التويليت، عشان اولا الميه دي يعني بواقي الميه مثلا مطرح ما انت غسلتي المكان ده، البواقي بتاعت الميه دي لو نزلت في الفوطه هتخلي ريحتها تغير على طول وهتخليكي اصلا مش مرتاحه وانت لابساها. وكمان عشان بواقي الميه دي بتبقى مختلطه يعني برضو بشويه دم كده، فيفضل يعني ان انت تستخدمي المناديل وتنشفي المنطقه دي كويس عشان هدومك برضو ما تبقاش ما يبقاش فيها بواقي ميه مختلطه بدم والكلام ده كله. فضروري ضروري ضروري ان انت تجففي المنطقه دي كويس جدا جدا بعد كل مره تدخلي فيها التويليت. كمان في وقت البريد يا ريت لو انت جوه البيت او بره البيت ان انت تاخدي بالك كويس قوي بعد كل مره تدخلي فيها التويليت، يعني عايزاكي تبصي مكانك بس كده، لانه اوقات مثلا وانت جايه تقومي ممكن مثلا نقطه تنزل كده او يبقى في بواقي برضو دم مختلطه بالميه ممكن تكون موجوده على القاعده، فيفضل ان انت اولا تبصي مكانك، لو لقيتي فيه حاجه ولا اي حاجه على طول اشطفيها بالميه، وكمان ان انت تشدي الصابون يعني مثلا مرتين، لانه اوقات برضو ما بينزلش كل حاجه من اول مره، فانت لازم تشديه على الاقل مرتين عشان تتاكدي ان مفيش اي حاجه موجوده جوه التويليت، عشان لو حد داخل بعدك او كده ما يبقاش الموقف محرج بالنسبه لك، خاصه لو جوزك، يعني مش هينفع جوزك يشوف الحاجات دي. فانت ضروري اول ما تقومي بصي بس مكانك كده، لو في اي حاجه مش تمام اظبطيها في وقتها على طول قبل ما تخرجي من التويليت. واخر حاجه ودي بشكل عام من باب برضو النظافه ومن باب ان ريحه التويليت على طول تفضل حلوه، ان انت يكون عندك اي معطر، ممكن معطر مثلا مخصوص اللي هو بتاع الجو، وممكن مثلا اي بادي ميست انت مش حباه، اي برفيوم مثلا عايزه تخلصيه حطيه على طول في
التويلت، وقبل ما تخرجي رشي كده كام رشه، عشان برضو احيانا خاصه كمان في فصل الصيف بتبقى ريحه التويلت مش لطيفه. احنا ممكن نكون واخدين على الريحه دي وخلاص تعودنا عليها، خلاص يعني اتعودتي عليها مش واخده بالك، بس لو حد دخل وراكي هيبقى شامم الريحه قويه، فيفضل ان انت ترشي اي معطر كده على السريع، هيملى الدنيا انتعاش وهيضيع اي ريحه مش لطيفه، وكمان هيخلي ريحه التويلت عامه حلوه. وبس كده، يا رب يكون كلامي وصل ليكم بشكل لائق، وخلي جوزك دايما يشوفك كده بسكوتايه ويشوفك كده في الحاجات الحلوه. اوقات بنبقى مبهدلين في نفسنا وتعبانين ومش قادرين ان احنا نعمل اي حاجه، بس في اوقات تانية لازم بجد ناخد بالنا من شويه حاجات كده بسيطه، بس بتفرق جدا في ان جوزك على طول يبقى شايفك بسكوته كده، وتبقي بالنسبه له كده رمز لكل حاجه حلوه ولكل حاجه نظيفه، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا طيب ريح. وبس كده، لو عجبكم الفيديو شيروه في كل جروبات البنات والستات عشان كلنا نستفاد من بعض، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.